السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مروة من مطبخ مروة. النهاردة هنعمل التورتة القمر ديت. التورتة ديت في أصغر صينية مستطيلة في الطقم، دايما تسألوني عليها، حجمها حلو جدا جدا جدا. هنعملها النهاردة من الألف للياء، من أول الكيك لغاية الشكل النهائي اللي انتوا شايفينه قدامكم دلوقتي. يلا بينا نشوف عملناها ازاي. بس قبل ما نخش الفيديو ما تنسونيش بقى في لايك وشير. أول حاجة هنا أنا هعمل الكيك على نصين يعني. عامله نص الشوكولاته لوحده ونص الفانيليا لوحده. هي الكيكه باربع بيضات. حطيت في كل عجان زي ما انتوا شايفين كده بيضتين، وحطيت فانيليا ومعلقه خل. وهحط هنا 100 جرام سكر وهنا 100 جرام سكر لكل بيضه، 100 جرام لكل بيضتين، 100 جرام سكر. والدقيق عندي هنا 130 جرام، حطيت عليهم معلقه نشا كبيره هرميه كده بتاعه الاكل. وهنخلهم زي ما انتوا شايفين كده اهو. بصوا الدقيق اهو، النشا فوقيه. 130 جرام دقيق ومعلقه كبيره نشا. هكتب لكم المقادير بتاعه الكيك في صندوق الوصف. طبعا تقدري تعملي الاربع بيضات كلهم في عجان واحد، بس انا قلت ايه، بدل كده كده هعمل نصين، هعملها ايه، كل حاجه لوحدها. هنا حطيت لكل بيضه 6 جرام بيكنج باودر، وحطيت معلقه محسن. بصوا المعلقه بتاعه الاكل يعني اقل من نصها، يعني اقل من، مش مليانه يعني نص، اكتر ايه، اكتر منها. بصوا وحطيت يعني حوالي ربع كوباية مية من بتاعة العصير ديت، مية متلجة، مية ساقعة متلجة. حطيت زي ما انتوا شايفين كده، وهضربهم بقى في العجان التاني. انتي تقدري تعملي الاربع بيضات كلهم على بعض، بس بجد بجد يعني لما بعمل كل بيضتين لوحدهم بيبقى ارتفاع الكيك اعلى، وبيديني يعني طبقات اكتر. عشان كده قلت بدليا نصين اعملهم كلهم مع بعض، لكن كتير بعمل الاربعة مع بعض في عجان واحد يعني. زي ما انتوا شايفين كده، ضربتهم شوية، وبعد كده ايه، فصلت العجان وقلبت الخليط بتاعي، عشان بيبقى فيه دقيق في قعر العجين، لازم تقلبيه وترجعي تضربي تاني. مدة الضرب بتاع الكيك قد ايه في العجان؟ انا ما بقولش على مدة معينة، بس مش اقل من 4 دقايق مثلا. انا لما بلاقي القوام بتاعي تقل وبقى زي ما انتوا شايفين كده، خلاص. هنا بقى الجزء اللي هو اعمله شوكولاتة، حطيت له معلقة كاكاو كده مليانة، واديته ضربتين اتنين بس وخلاص كده. وده الجزء الفانيليا كان خلص خلاص، وقفته. وهنا بقى هعمله في الصينية المستطيلة، أصغر صينية مستطيلة في الطقم. الصينية المستطيلة اللي في الطقم بتبقى مقاسها تقريبا 20 في 25، أو 19 في 25، هو المقاس كده تقريبا يعني. زي ما انتوا شايفين كده. خلصت الاتنين، وهبتدي بقى ايه، بصوا بعد ما بخلص عادي خالص باخد الخليط واقلبه حلو جدا، عشان لو في اي فقاعات هوا تخرج. ادي الصينيه بتاعتي، بطنتها في الارضيه ورق زبده او ورق حواوشي زي ما بتستخدمي. وفي الجناب برضو علتها، لان طبعا الكيك هيبقى اكتر من ارتفاع الصينيه. علتها كده بورق من الجناب. وهبتدي اصب الخليط بتاعي، النص الفانيليا الاول، وبعد كده هصب النص الشوكولاته. تمام كده. تقدري تعملي الاتنين في عجان واحد باربع بيضات. وبعد ما تضربي الخليط كويس تصبي الجزء الفانيليا، وترجعي تاخدي الجزء اللي باقي وتحطي عليه كاكاو وتضربيه، وتبقي كده عملتيها شوكولاته وفانيليا. بس بما ان عندي يعني المساحه ان انا اعمل كل بيضتين لوحدهم، فعملت كل بيضتين لوحدهم، هتديني يعني عدد طبقات من الكيك اعلى يعني. زي ما انتوا شايفين كده. بسوي الجزء دوت عشان انا عايزه اعملها مثلثين، بسوي الجزء دوت كده على شكل مثلث اهو. اسوي الجزء دوت كويس جدا، وبعد كده ايه، هصب الجزء الشوكولاته جنبه اهو، زي ما احنا شايفين كده اهو. الجزء الشوكولاته صبيته كده زي ما احنا شايفين، وهفرده كويس جدا في الصينيه. بصوا هنا وانا بفرد الجزء دوت، لقيت الجزء الشوكولاته تحسوه ايه، الكيك بتاعه اكتر بكتير من الجزء الفانيليا. يعني بصوا الارتفاع بتاع الفانيليا قليل عن الشوكولاته، ده مش اكتر ولا حاجه. بصوا لو اخدتوا بالكم، الجزء الشوكولاته انا حطيته يعني اخدت جزء اكبر من الصينيه للجزء الفانيليا دوت اللي عمل كده. بس انا عادي خالص هفرده، لان طبعا خلاص شوكولاته هرجعه فانيليا ازاي، هفرده عادي جدا. وهساوي الاتنين ببعض يعني. بصوا انا خلاص يعني حطيت الجزء الايه الشوكولاته، هساوي بقى الاتنين ببعض. بصوا الجزء الشوكولاته يعني هجيبه كده على وش الفانيليا. ما تقلقيش خالص، احنا بنقشر في الاخر الكيك، الطبقه دي كلها هتطلع في التقشير، الطبقه اللي فوق دي اللي احنا غطينا بيها الفانيليا تطلع في التقشير. بصوا انا غطيت بالجزء الشوكولاته عشان الكيكه كلها تطلع ايه، يعني متساويه كده، سطحها واحد، مش ناحيه عاليه وناحيه واطيه.
وهدبدب الصينية طبعا دبتين كده، وكنت مشغله الفرن من قبل ما ابتدي على درجة حرارة 180. بتقعد معايا 35 دقيقة في الفرن، بفتح عليها بعد 30 دقيقة واختبرها زي ما انتوا شايفين استوت تمام، مستوتش بدخلها تاني وايه 5 دقايق واطلعها. زي ما انتوا شايفين كده قلبتها وسبتها لتاني يوم زي ما هي كده مقلوبة، وبعد كده هبتدي اشتغل فيها. زي ما انتوا شايفين كده قشر الورق كله من عليها. طبعا المقطع اللي هو قشرت فيه الظهر بتاعها دوت كان التليفون مفهوش مساحة، اتاريه مش بيصور. فانا بعد كده بقى عرفت يعني، وبعد كده ايه بقيت قشرت بقية الكيك زي ما انتوا شايفين كده. بصوا هتلاقوا الكيك من هنا، الحتة اللي انا بشيلها ديت اللي هي الحتة العالية اللي بعد الصينية، فبقطعها بسوي الكيك كله كده ببعضه اهو. بصوا هقشر الكيك كله كده. طبعا لما الكيكه بتبقى ارتفاعها عالي بتاخد وقت في الفرن اكتر من الكيكه اللي بتبقى ارتفاعها عادي. دايما مش كل الكيكات بتاخد نفس الوقت، يعني دي ارتفاعها عالي اخدت 35 دقيقه، في بياخد 20 دقيقة وفي بياخد 25 دقيقة على حسب ارتفاع الكيك. لاني بشوف ناس كتير تقولك الكيكة بتقعد ساعة في الفرن، لا طبعا مش كل الكيكات. هقشر الوش، فاكرين الوش احنا عملناه كله شوكولاتة ازاي عشان نساوي الكيك ببعضه، سطح الكيك كله ببعضه. بصوا لما نقشره بقى، لما نقشره الجزء الشوكولاته قلت لكم كده كده بيطلع في التقشير، لو احنا كنا سيبناه فانيليا كان الجزء اللي اتقشر ده من الفانيليا، فكان الارتفاع بتاع الفانيليا بقى ايه اقل من ارتفاع الشوكولاته. لكن انا سويتهم اهو، بصوا هي الحته الشوكولاته ديت اللي فاضله بس في الكيك اهو. هقسمه زي ما انتوا شايفين كده، قسمته على 4 طبقات. الكيك هش جدا وطري وطعمه يعني فظيع. جه 4 طبقات بس فيهم طبقة رفيعة شوية، الطبقة الرفيعة شوية ديت أنا كنت ممكن أخليهم 3 طبقات بس أنا عايزاها الكيكة تبقى حلوة جدا. فخليت الطبقة الرفيعة دي وأديلها طبقة كريمة مش كتيرة. التورتاية دي بتاخد قد ايه كريمة؟ بتاخد كوباية ونص يعني 150 جرام كريم شانتيه، وعليهم معلقة كبيرة ونص كريم باستري. ماشي، وبضربهم بحليب، نص حليب ونص مية. للكوباية ونص كريمة بحط 3 كوبايات حليب على مية، يعني ما يعادل كوباية ونص حليب والكوباية مية. تمام. باضربهم كويس جدًا بالعجان. طبعًا بياخدوا حوالي كوباية إلا ربع سكر، أو على حسب أنتِ العميل عايز السكر في ناس بتحبه عالي، في ناس بتحبه متوسط، في ناس بتحبه مضبوط. تمام، فبياخد كوباية إلا ربع، ده كده بيبقى مضبوط جدًا. وبعد كده باقسم الخليط نصين، باخد نص واعمله احط عليه كاكاو واضربه كويس ويبقى كده معايا بالشوكولاتة. حطيت زي ما انتم شفتوا كده في أرضية البورد يعني حتة من الكريمة، وحطيت الكيك، سقيت الكيك عادي جدا بخليط التسقية شربات خفيف بارد. وبعد كده ابتديت احط الكريمة بتاعتي، حطيت الطبقة الاولى وحطيت صوص لوتس هنا زبدة لوتس في الفانيليا، وجناش شوكولاتة في الشوكولاتة. هنا دي الطبقة الخفيفة، لو خدتوا بالكم انا حطيت طبقة كريمة خفيفة جدا يا دوبك كده سويتها بالمعلقة. علشان ايه؟ علشان بس الكيك كله يبقى ايه يعني فيه كريمة. لكن انا في العامة بص بحط طبقة كبيرة اهي، باحط طبقة كريمة كبيرة. بس أنا قُلت علشان إيه، يعني هي الطبقة خفيفة فحطيت لها طبقة كريمة خفيفة جدًا، كنت ممكن أعملها 3 طبقات بس، يعني كنت أخلّي الطبقة اللي في النُص دي تخينة جدًا وخلاص. بس أنا حبيتها تبقى كده. العميلة ديّة من أول لمّا ابتديت تقريبًا معايا وجميلة جدًا، جدًا، وأنا باحب صراحة أمّا بيكون تورتية ليها بتطلع مضبوطة جدًا وبتطلع حلوة أوي. بجد يعني يعني من الناس اللي هي ما لهاش طلبات كتير، بتطلب الأوردر يعني ما بياخدش 5 دقايق باخده منها. جميلة صراحة يعني. فالحاجة لمّا بتطلبيها بسهولة بجد بتبقى حتى في الشغل سهلة، ما بتبقاش في الشغل تقيلة على قلبي ولا أي حاجة. الطلبات الكتير والخوف الكتير وعايزة كذا وعايزة كذا، باحس إن أنتم بتبرجلوني. هنا حطيت زي ما أنتم شفتوا كده زبدة لوتس في الجزء الفانيليا وجناش شوكولاتة في الجزء الشوكولاتة، وحطيت آخر طبقة زي ما أنتم شايفين كده وهاسقيها. هانضف البورد بتاعي بقى واساوي الجناب كده من الكريمة الزيادة. زي ما أنتم شايفين أنا باساوي الجناب من الكريمة الزيادة وبارجع أحطها في الجناب برضه. أهو زي ما أنتم شايفين كده عشان لمّا أجلِّس ما يبقاش في أي فتافيت كيك وأنا باجلِّس في الكريمة. الكريمة اللي بقت بقى، الكريمة اللي بقت مننا لازم نضربها بالإسباتيولا كويس جدًا، 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 لإنها هتبقى مليانة فقاعات هوا. زي ما أنتم شايفين كده بابتدي إيه، أحط الكريمة على التورتة. هاجلِّس الجزء الشوكولاتة الأول الفانيليا الأول وبعد كده إيه، الجزء الشوكولاتة. أهو زي ما أنتم شايفين كده. طبعًا هنا برضه التليفون فصل وأنا باصوّر.
وجايه بفصل الفيديو لقيته اساسا مفيش مساحه وما كانش بيصور يا دوبك. سحبت الكريمه في الجنبين كده بالسكريبر ولقيت التليفون ما بيصورش. فمعلش بقى، هي كده كده احنا عارفين التجليس ازاي، زي ما انتم شايفين كده بسحب بالسكريبر مره يمين مره شمال، وبنضف السكريبر بتاعي وبرجع اغسله بميه دافيه وانفضه وارجع اسحب بيه لغايه اما خلصت كله. زي ما انتم شايفين كده خلصتها وعملت لها يعني بالسكريبر المشرشر كده في الجناب. وبعد كده دخلتها الفريزر حوالي ساعة تشد شوية، وبعد كده طلعتها. حطيت بقى الجناش زي ما انتم شايفين كده، عملت بيه دريبات على الجناب. وهنا دي زبدة لوتس بسيحها على حمام بخار بمعلقة زيت، وبعمل بيها دريبات كده برضو على الجناب زي ما انتم شايفين اهو. زي ما انتم شايفين كده حط برضو زبدة اللوتس كده على الجزء الفانيليا وهسويه كويس جدا. بقى عندنا نصين اهو، نص فانيليا ونص شوكولاتة. هجيب ستيكس كده وهعمل بيها يعني زي ادخل الجزئين في بعض كده رايح جاي اهو. زي ما احنا شايفين بقى شكلها احلى بكتير. برضه هدخلها الفريزر كده 5 دقايق بس تشد كده علشان اقدر اشتغل على التورتايه، لان ما تشتغليش عليها ابدا وهي لسه حاطه لها الصوصات، والا هتلاقي كل الشغل بتاعك بيتزحلق من عليها وبيقع. هنا جبت بسكوت لوتس كده وقسمته نصين بورب كده، وحطيت زي ما انتم شايفين كده في الاول زبدة لوتس، يعني خطوط كده، يعني اي شكل كده، مش شكل منتظم يعني، عشوائي كده. وبعد كده حطيت على نفس الخطوط اللي انا عملتها ديت بسكوتات اللوتس داير ما يدور في الجزء الفانيليا. وهنا كتبت اسم صاحب التورتيه هابي بيرث داي، وكتبت اسمه زي ما احنا شايفين كده بالحروف. شكلها تحفة جدا، جميلة قوي قوي. زي ما قلت لكم بحب قوي الشغل لاي حد بيكون طلباته، يعني بيطلب طلباته بهدوء كده، ما بيقعدش يوترني كتير. الحاجة بتطلع بجد، بتفرق بجد، بتفرق في الشغل جدا، بتطلع جميلة جدا جدا. وبتطلع يعني زي ما بيقولوا كده قرفتها حلوة. كتر يعني الإلحاح، ولأ أنا خايفة، أنا بتخوّفني، أنا بتخلّي يعني أنا عايزة أقول لكم أنا بقى لي كام سَنة في المجال دوّة، والله كل تورتاية باعملها على أساس إن أنا باعملها لأول مرّة. ما فيش حاجة اسمها إن أنا خلاص متمكنة، متمكنة وكل حاجة، بس دايمًا، دايمًا عايزة أوصل لأحلى حاجة. فده بيخلّيني أنا نَفْسي أبقى عايزة أعمل أحلى حاجة، ما بابُصّش إن التورتاية دي مثلًا لأ دي واخدة منّي قد كده فلوس، لأ ده مش هاحُط لها ده علشان مثلًا لأ دي فلوسها مش هتكفّي، لأ ما عنديش الكلام ده. أنا بدل أخدت الorder خلاص لازم أخرّجه في أحلى شكل، حتى لو هاستخدم حاجات يعني أحُط شوكولاتات زيادة، أحُط حاجات زيادة بحيث إن الشكل يطلع حلو، ما بيهمنيش، مش مهم عندي، المهم إن هي تطلع أحسن حاجة موجودة عندي. كل عميل ياخد التورتاية المرة دي يحسها أحلى من المرة اللي قبلها. زي ما انتوا شايفين كده أنا حطيت 2 من القلب اللي هو بصبه في طرطات السابليه دي، وورقتين شجر كده من الشوكولاتة برضو بصبها في الطرطات اللي هي السيليكون. وهنا حطيت معلقتين من الشوكولاته، وانا بطلع المعلقه الاولانيه المعلقه اتكسرت مني، هروح اصب غيرها بقى. انا كنت صابه 2 بس صراحه، فالوقت مش هيسعفني، فقلت لا خلاص. انا كنت عايزه اشيل ورقه الشجر دي، قلت احطها هنا. بعد كده قلت لا يبقى شكلها مش حلو. حطيت 2 اللي هي من اللي هي الحلزونه دي اللي زي المصاصه الشوكولاته. احط 2 على بعض. بصوا وانا بزين مش في دماغي اي فكره، والله وانا بزين اي تورتايه صاحبتها قالت لي على ذوقك ما بيبقاش في دماغي اي فكره، الفكره بتيجي وانا شغاله. صاحبتها بتقول لي على ذوقك مثلا، واحنا متفقين تكلفتها قد كده وانا شغاله، ماليش علاقه خالص بالتكلفه اللي احنا اتفقناها مع بعض. انا اللي في دماغي ان انا اخرجها، هي خلاص اختارتني وقالت ان انا عايزاها على ذوقك انت. انا بقى وانا بزين اني انا عايزاها افضل ما يكون، حتى لو هتتكلف فوق الرينج اللي احنا متفقين عليه، المهم تطلع من عندي تحفة. زي ما احنا شايفين كده انا حطيت الشوكولاتات وحطيت كريسب كده ذهبي قدام اللي هي ورقة الشجر وبين بصوا انا قلت اشيل ديت واحط حاجة تانية، لقيتها لو شلتها بوظ شكل الشوكولاتة، قلت لا هحط واحدة تاني بس عليها كده، فاديتها شكل اجمل كمان. حتى قولوا لي رايكم في التعليقات في شكل التورته. ويا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو. بصوا انا حسيت كده بقى شكلها بقى احلى. استنوا الفها لكم اهي. بصوا شكلها بقى احلى كتير لما حطيت الشوكولاتين كده اهو زي ما انتوا شايفين كده. دايما حب اللي بتعمليه عشان يطلع حلو جدا. دايما بشوف ان الحاجة، يعني في ناس بتقول لا انا متفقة على التورتية بقد كده، ودول الناس انا يعني عارفاهم بيكلموني وبيقولوا لي لا طبعا مش هنحط كل الشوكولاتات ديت. ده
يا جماعة بدل قالت لك على ذوقك وانت رضيتي ان هي تبقى على ذوقك، ما اختارتش شكل معين. لو اختارت شكل معين على فكرة ببقى عارفة الشكل دوت اتعمل بايه وكذا، فبقول السعر، لان طبعا كل تورتيه بتختلف عن التانية في السعر. بس بدل هي قالت لك على ذوقك وانت ما حطيتيش رينج معين، يعني ما حطيتيش تصور للي انت هتعمليها في دماغك قبل ما تقولي لها السعر، فخلاص لازم تطلعيها احلى مما يمكن. مالكيش دعوة بقى بالتكلفة. تكلفة المفروض طبعا ان احنا نكسب كل حاجة، بس هتلاقيها حاجات فارغة، يعني حاجات بسيطة اللي انت هتحطيها عشان تخلي التاتش في الاخر حلو. او زي ما احنا شايفين كده، ده شكل التورته النهائي. يا رب يكون عجبكم، يا رب تكون الطريقة سهلة وبسيطة وتقدروا تنفذوها. كل اللي بيشتغلوا اونلاين يكونوا استفادوا من الفيديو ويقدروا ينفذوا حاجات احلى من كده كمان. وده كان شكل التورتيه النهائي. يا رب يكون عجبكم. لو عجبكم الفيديو بقى ما تنسونيش في لايك وشير وسبسكرايب للقناه على اليوتيوب، وما تنسيش تفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.